جو. صباح الخير شيخ. شلون احوالك؟ شلون امورك؟ بالعافية. الموقف الان شلونه مستقر؟ التحام مستمر. الزخم العدو شلونه الان مقارنة بقبل ساعة؟ اقل بدا يفتر. ايه يصل. هذا هو من وصل هي يبدأ عاد يشغل من الخلف وحتما يتعبهم. هم إذا زخمهم فتر معناه بعد ساعة زمان تشوف وضعهم يصير غير شكل. واحنا سوينا ترتيب لتعزيزات جديدة لكم حتى نديم الزخم. لا سوينا ترتيب سريع ونديم الزخم ان شاء الله. حياك الله. سلمنا على اخوانك كلهم. مع السلامة. مع السلامة. وبحيل الله رايتكم تظل بيضة وعالية وعلم العراق يظل يرفرف ما تنحني سايريته، وكذلك رؤوسكم تظل عالية وما تنحني. إن شاء الله دائما تكتب عليهم الذلة ويكتب لهم الفناء، لأنهم على باطل وأنتم على حق. ليس لكم مع الشعوب إلا أن تريدون أن تعيشوا أعزاء أحرار كما ولدتكم أمهاتكم، ولكن كانوا مع الأسف مطية للأجنبي، وقد انكشفوا بسرعة وانكشف تعاملهم مع الكيان الصهيوني، وانكشف تعاملهم مع كل قوى الظلام ضد الأمة العربية وضد العراق. كانوا يتصورون أنه بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوه. من عرفنا أنتم في هذا المكان قلنا هذه فرصة أن نشوفكم مجتمعين، لأنه ما بإمكاننا لو كنتوا أنتم في خط التماس في أي قاطع من قاطع العمليات ما كان بإمكاننا أن نجمعكم كما هو الحال الآن. إن شاء الله دائما نشوفكم وأنتم تحتفظون بتاريخكم المجيد كعراقيين وكعسكر وكمنتسبين إلى هذا التشكيل العريق ذو المجد الخاص ضمن الجيش العراقي. حياكم الله. ان شاء الله نشوفكم بعد المعركة ايضا وتكونون تقولون كاونا زين. ها؟ حياكم الله. فيما الله. فيما الله. ماذا قرأت في وجوهنا؟ ألا وهي علامات النصر المهزر، ألا وهي علامات النصر المهزر في وجوه تشكيلنا البطل يا قائد الأمة. عشت يا فارس النضال. المقاتل يجاوب على سؤالك، فليس هنالك أبلغ من الجواب اللي تتحدث عنه. أنتم تتهيئون للمعركة، تسمعون صوت المدافع، ومع ذلك تكون معنوياتكم بهذه الكيفية، ومع ذلك تكونون بهذه المعنويات، فوالله لم أقرأ في وجوهكم إلا علامات النصر والصمود. بارك الله بكم. شعبنا مستعدين نشيله فوق كتوفنا. شوفوا نشيلوا فوق كتوفنا شلون الابن الصالح من يشيل ابوه وامه من يكبرون بالعمر ما يقدرون ينتقلون كان
يشيلوا فوق كتوفنا ونظل محندلين بيه وما نحس بثقلوه، حتى ما يجي يوم نشيل لنا اجنبي جلوح فوق كتوفنا يشيل شعبنا. يا حالة شعبنا حبوه بعد اكثر، واجعلوا في العلاقه بينكم وبينه جسر متين للتفاعل، واذا ما وصلتوا الى قناعه انه شعبكم مقتنع بيكم اقول خلوه يقتنع بيكم. هي بيها 4 5 ايطالي فرنسي والماني حوالي خمس قوميات وهي الكبرى. ماكو بلد بالعالم من قوميه واحده الا بناس من قوميات مختلفه، بس كل العالم عايشه بسعاده بسرور. ليش هسه انتم ما ينطوكم كهرباء الى الغازين اللي تسووه؟ والله ما نعرف سيدي. احنا سيد القائم لانه يريد يتاكدون يشوفون اكو حد بينكم واحد يخون يضرب له قنبله على المصطافين وينغص حياتهم ولا لا؟ كل طفل ينقتل في كردستان دمه في رقبه المخربين. كل عمل سيء يقوم به احد رجال الشرطه المسؤول عنه مو رجل الشرطه، مسؤول عنه المخرب، لانه رجل الشرطه ما يتصرف تصرف سيء لو ما اكو مخرب. ليش ما دخلت المستشفى؟ المستشفى بعد لا انا واحد اخر والله لا واحد اخر. هذه كلها وسيلة للجروح. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب الشعب كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة رقم 10 لسنة 2005
وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا، وبدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات بارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005. وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل قرارا بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 2005. الله أكبر. رابعا تنفذ العقوبة الأشد بحق المدان استنادا لأحكام المادة 142 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن